انت توكسيك وعارف انك بتأذي اللي حواليك. ايه مش فاكر اخر موقف؟ لا ده انت بقيت تنسى بقى. لا انا انصحك تتعالج كده كتير. لو عايز تفهم اللي حصل ده استني بعد الانترو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كتاب من الاخر يرحب بكم، انا مروه خالد ويلا نبدا. وده تالت فيديو من سلسله 30 فيديو ب 30 كتاب علشان ابطل كسل واعمل محتوى لحد بعديهم. يعني هشوف هقرر هكمل فعلا ولا اخدها من قصرها واقفل المحتوى ده. لو مستغرب يا صديقي من اللي انا قلت لك في الانترو، فده كان جزء من محاولاتي عشان اتلاعب بيك نفسيا، وشكلي نجحت عشان كده انت كملت وسمعت لحد الحته دي. هو انت توكسيك بس مش هنقول لحد، يعني هنحاول ان احنا نبين ان انا اللي تلاعبت بيك بس. تعرف يا صديقي ان انت كل يوم بتخضع لمحاولات التلاعب دي، زي ما انا تلاعبت بيك كده النهارده. انت كل يوم في حد من السوشيال ميديا بيتلاعب بيك وبيقولك انك حياتك ناقصه عشان انت ما عملتش كذا او كذا، او حياتك هتبقى احسن لو اشتريت كذا او كذا. كل يوم في حد من اهلك بيتلاعب بيك وبيقنعك ان انت فاشل وما عملتش حاجه في حياتك. قد تكون انت فعلا فاشل، بس هنعتبر في الحالات اللي الناس بيتلاعب بيها. انت عمال يكرهك في نفسك وفي صحابك ويقول عليك ان انت نكديه ومستحمل انه يكمل معاكي بالعافيه فوقي. وانا ما يخلصنيش ان انا اسيبك ده يتلاعب بيك وده يتلاعب بيك. عشان كده قررت ان انا انتشلك من كميه التلاعب ده كله، واتكلم معاكم عن مصطلح مهم جدا من كتاب ذا جازلايت افكت للكاتبه روبن شتير. 1938 اتعرضت مسرحيه باسم جازلايت للمؤلف باتريك هامilton، وتحول برضو الفيلم سنه 1944. والفكرة بتاع المسرحية او الفيلم ببساطة زوج مخادع ونرجسي عايز يجنن مراته علشان يسرق مجوهراتها. كان بيعمل التالي: كان كل يوم يبتدي ان هو يلعب في اضاءة لمبة الغاز، وتبتدي ان هي لما تلاحظ ده تسأله هو النور اتغير في اللمبة؟ يقول لها بكل برود وثقة لا ابدا يا حبيبتي مفيش حاجة اتغيرت. مع مصاحب بده انه كان يبتدي ان هو يخبي حاجات من حاجاتها، يعمل اصوات مخيفة، المهم هدفه انه يجننها. بعدها بفترة بدأ علماء النفس ياخدوا بالهم من المصطلح، وان كتير من المتلاعبين بيتبعوا نفس الطريقة مع الضحايا، وهي طريقة الجاز لايت. وفي سنة 2022 قاموس مريم وبستر اختارها ككلمة العام. وهنا واحد من المتلاعبين ممكن يسألني وايه بقى مصطلح الجاز لايت؟ هو ممكن ما كانش حاطط ايده كده في وسطه، بس انا هسأل مكانه واقول يعني ايه جاز لايت؟ الجاز لايت يا صديقي هو نوع من التلاعب النفسي والعاطفي. المتلاعب بيبتدي انه يخلي الضحية تشك في نفسها وفي ادراكها وفي صحتها العقلية، بيزرع جواك الشك وانتي زي الهبلة ماشية وراه. وبالمناسبة يعني الضمير اللي هستخدمه لبقية الحلقة هو المؤنث، لان دايما المتلاعب بيها هي المؤنث، والظالم المفتري اللي عليه ربنا ينتقم منه المذكر. فيعني هاخد طرف المؤنث وهنتكلم عن دايما المتلاعب بيها مش المتلاعب بيها. انا عنصرية، براحتكم بقى. الموضوع يا صديقي زي ما وصفته الكاتبة انه جاز لايت تانجو، او زي رقصة التانجو كده بالظبط، بيكون عبارة عن تعاون مشترك ما بين الضحية والمتلاعب. هنا هتقولي واه الضحية هي اللي هتجيب الأذى لنفسها؟ هقول لك نعم يا عزيزي، كم من ضحايا هم اللي أذوا نفسهم. لأن ببساطة الضحية يا عين أمها بتكون هدفها إرضاء المتلاعب، وإن هي تثبت له إن هي على حق وإن هي صح، وبتفضل في هذه العلاقة السامة. ومهما كل اللي حواليها يقولوا لها يا بنت الحلال امشي وسيبيه، تقول وراسا بوي I can fix him. وطبعا هنا بنقول لها روحي على بيت أبوك على طول. بس الخبر الكويس يا صديقي إن عملية التلاعب بتكون عبارة عن مراحل، فلو أنت لقيت نفسك في مرحلة من المراحل دي اخلع بسرعة وما تبصش وراك. المرحلة الأولى What are you talking about؟ أو الإنكار. هقول لك مثال قبل ما اشرح لك المرحلة. وللأسف يعني هقول إن المتلاعب بيه المرة دي هو الراجل، مع إن مش ده الواقع يعني، بس يلا هحاول. مثال يا صديقي: واحد قاعد مستني خطيبته والهانم جات له بعد ساعة. لما جات قال لها اتأخرت ليه؟ وهنا هو كان مستني منها بس كلمة سوري بدون أي تبرير، لكن هي ردت عليه وقالت له انت اللي جدول مواعيدك دايما ملخبط. وهنا الفنانه قصدي المتلاعبه قدرت ان هي تقلب عليه الترابيزه وتقول له ان انت اللي غلطان مش انا اللي غلطانه. ففي الاغلب المتلاعب ما بيعديش في قاموسه كلمه الاعتذار او كلمه سوري، مامي ما علمتهوش الكلمه دي وهو صغير. ونرجع بقى لتفسير المرحله الاولى. في المرحلة دي الضحية بتكون مدركة وواعية جدا ان المتلاعب بيقولها كلام غلط، وبتبقى عايزة تدافع عن نفسها، لكن في الاخر بتلاقي نفسها بتتقلب عليها الترابيزة وما بتعرفش تقول اي حاجة.
زي مثال اللي قلته لكم من شويه ده. وده يخلينا نجري بسرعه للمرحله الثانيه، وهي maybe you have a point، يعني الدفاع. وهنا المحروسه يا عين امها الضحيه تبتدي ان هي تفكر بالساعات وتبرر للمحروسه عن امه اللي تلاعب بيها، وتقول ان هو اكيد ليه وجهه نظر انا مش عارفاها، وتبتدي تحاول تفكر ازاي تقنعه انها مش وحشه. يعني يبقى شاتمها، ضربها، واكل من اليتيم، وفي الاخر تقول له انت غلطان، يقول لها ايه ده انت بتشتميني، وتقعد نص ساعه تصالح فيه. قلب الترابيزه فن مش عن ساعات بفكر اخد كورسات من الرجاله في قلب الترابيزه، بجد عندي كام ترابيزه في البيت مش عارفه اقلبهم. وده يوصلنا للمرحله الثالثه واللي هي بعنوان It's all my fault، يعني انا غلطانه. وبتكون المحروسه خلاص استسلمت، وهنا الضحيه بتكون استسلمت بالكامل، وبدل ما كانت بتدافع عن نفسها في المرحله الاولى بقت بتتبنى رؤيه المتلاعب، وبقت شايفه نفسها هي اللي غلطانه. تبتدي تفقد هويتها وتستسلم وتقول له اضرب كمان انا استاهل. وتبتدي الضحيه تقع في فخ مهم جدا، وهو the explanation trap او فخ التبرير. وتبتدي ان هي تقنع نفسها وتقول لا هو صح، هو عنده وجهة نظر وانا اللي غلطانة. وتبتدي تقنع نفسها وتقول اكيد هو مش قصده. وهنا بعد ما عرفنا الضحية وقعت ازاي، حان الان نقفل مفتاح الجاز ده وتفوقي نفسك يا ولية. والسؤال هيكون how to turn off the gas، ازاي نقفل المحبس ده. بصي يا بنت الحلال، في مع نفسك واقفة وابتدي فريزي الحقائق عن شوية التشويه اللي اداهم لك المتلاعب ده. لازم تقفي على ارض صلبة، حطي حدود وخدي قرارات صارمة. قرري انت هتكملي ولا خلاص هتمشي. عارفة بتسألني دلوقتي اعمل ده ازاي؟ ما تنهاريش، هقولك. اول حاجة عشان تاخدي قرارات قوية زي دي لازم يكون عندك بناء داخلي قوي. شوفي نفسك وقويها ضد اي متلاعب. اعرفي قيمة نفسك وخلي ليكي هوية وقيم واضحة، واعرفي ان المتلاعب دايما بيقرب من الشخصية الضعيفة والمهزوزة، ما بيقربش من شخص قوي وعارف نفسه كويس. المهم ما تفضليش تجادلي معاه وتثبتي وجهة نظرك، امشي وسيبيه، لان انت لو فضلتي موجودة هتفضلي تحت سيطرته كضحية. امشي يا بنت الحلال قبل ما تبقي في صفحة وزارة الداخلية من ضمن الضحايا، انا حذرتك. واعرفي ايه العيوب اللي عندك في شخصيتك اللي قربت منك هذا المتلاعب الكاذب. دوري كده في شخصيتك، قلب كده حلو، شوفي انت ما كانش عندك حياة فاضطريتي تلجئي لزبالة الشخصيات. عالجي حياتك، اعملي لنفسك حياة، اعملي لنفسك روتين، تابعيني، شوفي فيديوهاتي، ساعتها هتتعلمي من الفيديوهات ومن الكتب اللي بقراها، فمفيش اي متلاعب هيقرب منك. الخطوة الثانية والمهمة اللي هتساعدك ان انت تعملي الخطوة الاولانية، حطي نفسك في ما يسمى، الكاتبة بتسميه مضيف الطيران. يعني انت لو في الطياره وفي اي خلل او عطل في الطياره بتبصي الاول ناس مين؟ مضيف الطيران اللي فيها، فبتحسي بالامان وبتحسي ان مفيش اي حاجه يا جماعه وهاف فن يلا نكمل الحفله. فانت محتاجه لحد تطمني له، اهلك، اصحابك، اخصائي نفسي، المهم يكون في حد في حياتك بيقوم بدور مضيف الطيران. والمهم ان انت تصمدي قدام اعراض الانسحاب، زي ان انت تقعدي تقولي انا قلقانه لا يكون عمل في نفسه حاجه، هو زي القرد ما فيهوش اي حاجه. بصي لنفسك ولخيبتك التقيله الاول. بس كده، وبكده اكون قدرت ان انا الخص لك كتاب مهم جدا زي كتاب ذا جاز لايت افكت. واتمنى تكون عرفتي المتلاعب وعرفتي انك ضحيه ولا لا، وعرفتي تتخلصي من ده. ولو اي اسئله او اي حاجه اساليني يا اختي، فانا معاونه جدا لاي ضحايا من النساء، اي ضحايا من اي نوع اخر، مش هساعد. يلا انت اصلا ما حدش فيكم بيبقى ضحيه بقى، تخليش نتكلم. ودلوقتي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واعلم لو ما عملتش فالمتلاعب هو اللي منعك. صديقي حاساك زعلت عشان انا طول الحلقه بتكلم على ان انت دايما متلاعب وان الفيميل او البنت هي بتبقى الضحيه. مش عايزاك تزعل، انت تاكد ان هي دي وجهه نظري. اشوفك في حلقه تانية بقى، احاول ان انا انصفك، مش عارفه يعني هنصفك ازاي. سلام.